حضّري الغدا في أقل من 10 دقايق، طعمها تحفة وجميلة جدًا وهتعجب الكل، حاجة كده مميزة فيها هتخلّيها بُصّي ريحتها تروح لآخر الدنيا. تعالي أقول لِك تعملي إيه، أول حاجة كده معايا لحمة مفرومة أي كمية أنتِ تحبيها، بعد كده هاكون مقطّعة بصلة ناعم وهاحطها عليها، والأحسن إن أنتِ تكوني بشراها بالمبشرة. بعد كده عشان اللحمة تربط معايا بسرعة ممكن أحط معلقتين بقسماط أو معلقتين دقيق. البهارات بتاعتها بسيطة جدًا، ملح وفلفل أسود، أكتر من كده مش هاحط حاجة. بعد كده بقى هاقلّبها في قلب بعضها كده لحد ما يعني التوابل كلّها تدخل في قلب بعضها، وزي ما باقول لِك الأفضل إن أنتِ تعملي البصلة تكون مبشورة. بعد كده ما اللحمة لمِّت معايا كده هاصبّعها، تقدري إن أنتِ تعمليها زي كِوَر صغيّرة كده أو تصبّعيها برضه صوابع صغيّرة بالشكل ده كده. آآ بعد كده بقى هاعمل الكمية كلّها يعني، وهاجيب grill على النار. هاحط بقى في الجريل معلقة سمنة وما تكتريش عشان ممكن تكون اللحمة بتاعتِك يعني فيها دهون كتير، فتبُصّي تلاقي الصينية ديّة يعني في وشها على وشها سمنة كتير، فخدي بالِك من النقطة دي. هاسخّن الجريل كويس بقى وبعدين هانزل بالكفتة كده. هاسيبها بقى تتحمّر مع نفسها كده على نار وسط، وبعد كده هاحضّر الخضار بتاعها، هيبقى عبارة عن إيه، فلفل ألوان فلفل أخضر آسفة، وكمان طماطم وتوم. أول حاجة قطّعت الفلفل كده أو الشطة اللي هي التخينة دي كده صغيّر، وبعد كده دول طماطمتين 2 وسط قطّعتهم زي السلطة خِشِن كده. خلاص، التوم بقى تقدري إن أنتِ تعمليه زي دواير كده أو مهروس زي ما أنا عملته، بس يكون يعني مهروس خِشِن مش ناعم أوي. بعد كده بقى هاقلِّب الكفتة في السريع كده، أنا مش عايزاها تستوي، أنا عايزاها نُص سِوَى، يعني هي يا دوب اتغلِّفت من برّه كده ولسه نيّة من جوّه. مكان بقى الكفتة كده هانزل بالفلفل بتاعي وهاقلِّبه بالشكل ده كده. أول ما يدبل معايا هانزل عليهم بفصّين توم، زي ما قُلت لكم تقدروا تعملوها شرايح أو مهروسة، بس تكون مهروسة خِشن. التوم بقى أنا ما باسيبوش يتحمّر، أنا مش عايزاه تقلية، أنا يا دوب شايفين التقليبة في ثواني كده الريحة طلعت على طول شميتها، رُحت نازلة بالطماطم على طول. هاقلّبها بقى وبعدين هاحط التوابل، برضه التوابل بتاعتها حاجة بسيطة، ملح وفلفل أسود وكمون وتقدري تحطي بابريكا بس أنا نسيت، كمان هاحط معلقتين صلصة اللي هي المُعلبة. ممكن برضه تحطي رشة سكر صغيرة بس أنا ما حطيتش وكانت مضبوطة جميلة. أهم حاجة بقى اللي هيميز طعمها عودين كده زعتر، الزعتر دي هتوديها لِك في حتة تانية خالص، اوعي تنسي. وزي ما باقول لكم الزعتر موجود ورخيص الطبق يعني ب5 جنيه في الهايبر. بعد ما تتقلى معايا كده وتتسبك، هانزل عليها بنُص كوباية مَيّة تكون سخنة، وبعدين هانزل عليها بالكفتة أهيّة، هاقلّبها في قلب بعضها كده واسيبها تاخد غلوتين بس في السريع كده، واطفي النار على طول، يعني هتكون استوت وكل المكونات دخلت في بعضها. دي حاجة إضافية بقى، دي جبنة كده كانت عندي في باب التلاجة، اللي هي جبنة موتزاريلا عادي، كورتها كور صغيرة كده وحطيتها، زي ما باقول لِك اختياري، عندِك حطي، ما فيش مش مشكلة. خلاص بقى بعد ما خدت غلوتين 3 كده وحسيت إن كله اتمزج في قلب بعضه، شيلته بقى كده. الريحة يا جماعة فظيعة، عايزة تنشّفيها شوية كده من الصوص تمام، لو هتعملي جنبها رز سيبيها يبقى فيها صوص كده، هتغمسيها بالعيش نشّفيها شوية، طعمها تحفة، جرّبوها وبألف هنا.